السلام الله عليكم الخوت العزاز الغاليين، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يلقاكم بصحه جيده وعافيه. نتمنى اللي شاف منكم هذا الفيديو يعطينا اللايكات والبارطاج ديالكم فضلا منكم وليس امرا. وقبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم عواشركم مبروكه ورمضانكم كريم. اخواني اخواتي الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو ان شاء الله. المهم اخواني اخواتي، فيديو جديد ونهار جديد واول ايام رمضان ديالنا ان شاء الله غادي تشوفوا واحد الفيديو مغاير بزاف. المهم رمضان اللي داز دوزته في تركيا. كتعرفوا باللي ان المغاربه عزيز عليهم الحريره وكنفطروا بالحريره، وهذاك هو الفطور الاساسي عندنا في تركيا. جربت بزاف ديال الحوايج وجربت بزاف ديال الاطباق، مي اثارت الانتباه ديالي واحد الطبق اللي هو زويون، وهو الشوربه ديال العدس. واليوم اخوتي في هذا الفيديو هذا جينا نجربوا الشوربه ديال العدس، ولكن في المغرب ولكن ماشي في تركيا، على الطريقه ديال الخزان. خليكم معنا وتفضلوا تفرجوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخير وتعرفوا المقادير ديال هذه الشوربه، ونتمنى انكم تجربوها في ديوركم وتعطوني الراي ديالكم. خليكم مع لي زانغريديون. المهم خوتي العزاز كنديروا واحد شويه ديال الزيت هنايا في هذه الطنيجره، وغنديروا واحد بصيله كبيره غادي نخليوها تحط واحد شويه حتى واحد دقيقه خوتي العزاز، ماشي بزاف، انا ما يتبدل ليها اللون. وغادي نزيدو نخوي فيها البطاطا. المهم اخوتي هذه واحد الشوربه تركيه غادي تعجبكم بزاف، نتمنى انكم تجربوها، شي حاجه اللي هي زوينه. انا جربتها في تركيا عجبتني بصراحه وبغيت نشاركها معكم. المهم غادي نديرو بصيله هكا على ما تشحر لينا شي شويه، ماشي بزاف، غير واحد شويه، واحد دقيقه هكا. من بعد اخوتي العزاز غادي نزيدو بطاطا، على ما تزيد شويه البصيله تشحر لينا، وغادي نزيدو البطاطا كنديرو وحده بطاطا كبيره. المهم على حسب، الا عندكم بزاف ديال الناس ديروا بطاطا كبيره، كما كتعرفوا حنا دينا بزاف غندير واحد الكميه اللي هي كبيره. كيف ما كتشوفوا اخوتي العزاز البصله بدات كتاخذ اللون، غادي نخوي البطاطا مكعبات مع البصيله، نخليوها شي شويه. من بعد اخوتي العزاز غادي نجيبوا العدس ديالنا. هذا العدس هذا اللي كنكونوا صفيناه من الماء مزيان، حتى هو مازال عليه شويه الماء، غادي نعاود نصفيه شويه. ميبقاش فيه داك الماء، غنصفيوه مزيان. وانا درت تقريبا نص كيلو هنايا، نتوما ديروا على حسب شحال بغيتو. المهم انا درت واحد نص كيلو هنا ديال العدس الاحمر باش كيجي مع الشوربه، هي هذه الشوربه التركيه. خلطوا هذا الشيء هذا. دابا غنديروا العطريه ديالنا، غنبداو بالعطريه. اول حاجه اخوتي العزاز غادي نديروا شويه ديال المليحه على حسب الذوق. المهم كاين اللي كتعجبو حاجه مالحه، المهم انا درت شويه ديال الملح، شويه ديال البزار الكحل، واحد شويه. هذا اخوتي العزاز الخرقوم، انا غندير واحد شويه ديال الخرقوم باش يعطينا اللون احسن من داك الزعفران. انا غندير شويه ديال الخرقوم، وكاين اللي كيبغي يدير فيها التحميره، انا غندير فيها شويه ديال التحميره، واحد نص معلقه ديال التحميره. وغنديروا معلقه ديال الكمون، وهي كطيب اخوتي العزاز. انا بغيت ندير واحد ضامه البنه كما كتشوفوا، واحد شويه ديال ضامه البنه. نحركوا هذا الشيء هذا باش ما يلصقش لينا.
من بعد اخوتي العزاز غنديروا واحد معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده، نديروا واحد معلقه ديال الزبده. المهم خوتي العزاز دابا غادي نضيفوا لها واحد الماء، ولكن الماء يكون سخون اخوتي العزاز، ما يكونش الماء بارد. علاش؟ باش تبقى هكاك. غنضيف لها انا خوتي العزاز بحال هكايا، غنحركوها واحد شويه وغادي نسدو عليها خوتي العزاز ونخليوها طيب على خاطرها. نحركوها شي شويه ونسدو عليها طيب على خاطرها خوتي. المده ديال الطياب 20 دقيقه. المهم خوتي العزاز انا دابا راني طفيت عليها كما كتشوفوها هي، وغادي نبداو نطحنوا فيها خوتي العزاز. المهم حاجه واحده اخرى خوتي العزاز، انا كتعجبني ندير فيها كيري، غندير فيها 3 ديال لي كيري ها هما، وهي مازال سخونه عاد غنبدا نطحن. غنديروا فيها واحد 3 ديال مكعبات ديال كيري، كتعطي واحد النكهه زوينه وواحد اللذه ناضيه خوتي العزاز. المهم جربوها وردوا عليا الخبر. ها هي واحد 3 ديال كيري. المهم خصكم تجربوها وتعرفوا اخوتي كيفاش كتجي، والله حتى كتطلع واعره بزاف، واعره. المهم خوتي العزاز حنا ديال واحد 3 ديال المكعبات ديال كيري. المهم راه غادي يذوبوا راسهم هنايا ومع الطحين وكذا، وهداك الشيء راه ما غيبقاوش كيبانوا. المهم كيعطيو واحد النكهه اللي هي زوينه. حاجه واحده اخرى نسيتها خوتي العزاز ما قلتها لكمش، هي انني زدت واحد 3 ديال السنينفات ديال الثومه. نسيت ما صورتهمش، نسيتها ما قلتهاش لكم. هي 3 ديال السنينفات ديال الثومه كتعطي واحد النكهه هي زوينه الثومه. دابا غنبداو في الطحين اخوتي العزاز، نبداو في الطحين. المهم الاخوان الاخوات ها الشوربه ديالنا هي واجده خوتي، والله حتى لذيذه، وهذه عوض الحريره غتعجبكم. المهم غادي نجربوها وغنعطيها للوالده غادي تذوق. المهم غادي نوريكم اخوتي العزاز كي جات، بعدا نخويها شي سليفه. ها انتم اخوتي العزاز ها هي. الله 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 الله. المهم حنا غادي نديروها بالطريقه التركيه كيفاش هما كيشربوها بالضبط. المهم خوتي العزاز غادي نديرو غير واحد شويه ديال الحار كما كيشربوها هما بحال هكايا. حنا ما عندناش داك الحار مفرفش، غنديرو غير شي شويه. وانا ندوق لك بركاش بلاتي با هاك دوق انت الاول. ندوق انا الاول. بلاتي كملوا لها. شنو نديرو لها واحد شويه ديال زيت العود. دوق بعدا هكايا بعدا. لا دير لها الزيت اخويا، دوقها بعدا هكا قبل ما نديرو زيت العود. كاين اللي ما كيعجبهاش بزيت العود دوق بحال هكا. اجي امي انت دوق نشوفوا بركاش شنو دار. يلا دوق الشاف بركاش. دوق بسم الله. دوق يا امي. بسم الله. ما بيهاش دايزه، ما بيهاش زوينه الصراحه، ما بيهاش. غنديرو شي شويه ديال زيت على شي حاجه زايده ديالها. يا اخوان غيجربوها والله العظيم. الا ما عندي ما نقول فيها، ما عنديش من لكن انا ناخذها شي حاجه. هذه بلا زيت، هي كتشرب بلا زيت ولا بزيت العود. المهم كتجي واعره. لا ما عندي ما نقول. جربوها الخوت وردوا علينا والله العظيم. بلا زيت احسن، بلا زيت احسن. حتى بالزيت كتجي زوينه. المهم المهم جربوها وشي حاجه واعره. شي حاجه نشوفوا شي حاجه. انا ما عندي ما ولا نقول. تقدرنا في رمضان. دابا حرير امك هنيتي انا. يا قالت لك هنيتي. بسم الله. الحريره يعني. لا هنيتي من الحرير دابا. هي والله العظيم الا ما عندي ما نقول لك. واعره. يلا شكرا. جربوها اخوتي العزاز وما غتندموش.